ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا يا رجاله، دي الكاميرا اللي كانت معانا قبل كده، اللي هي اللوجيتك السي 310، واللي كنا عاملين لها انبوكسنج قبل كده. لو ما شفتوش تقدر تشوفه من الاي اللي هتظهر هنا او هنا. فالفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن المراجعه الشامله بتاعه الكاميرا، وهل تشتريها ولا لا، وهل هي تنفع تفيدك بعد كده لو انت واحد عايز تخش بيها ميتنج او عايز تستريم بيها اونلاين ولا لا. فلو انت مهتم بمحتوى الفيديو فكمل معايا للاخر. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ النهارده معانا الكاميرا بتاعتنا اللي هي اللوجيتك السي 310. بصوا، هنتكلم النهارده عن كل حاجه عن الكاميرا دي، وهل هتكون مناسبه معاك لو انت واحد عايز تخش تعمل بيها ميتنج او عايز تستريم بيها اونلاين ولا لا. طيب بص، اول حاجه انا الكاميرا دي بستخدمها تقريبا لمده شهرين دلوقتي، وانا ما راجعتهاش بقالي شهرين، فهرجعها لك دلوقتي وهل هقول لك هي كويسه ولا لا. فالكاميرا اللي معانا النهارده، اول حاجه هقول لك على طريقه التركيب بتاعتها، بحيث هي يعني ممكن الموضوع تلاقيه غريب شويه كده. بص، هي تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن جزء من تحت كده، ماشي، والجزء ده اللي هو بيتحرك كده ده، والراس بتاعت الكاميرا نفسها. طيب بص، احنا مثلا معانا اللابتوب اهو. بص، الجزء اللي من ورا ده بتحطه كده في الشاشه كده اهو، تمام، والجزء ده تقوم قافل عليه كده. بس هي كده الكاميرا ثبتت معاك. هوريها لك تاني. بص اهي، دي كده الكاميرا معانا برضو، هي بيبقى منظرها بالشكل ده. تاخد الجزء ده كده، تزنق كده في الايه، في الشاشه، وتقفل عليها من ورا. بس خلاص، هي كده الكاميرا ثبتت معانا. وخد بالك مش هتتحرك معاك ومش هتقع. يعني عاوز اوريك برضو وشها، استنى. يعني اهو مثلا ده الوش بتاعها اهو، نفس الكلام. هاجي افك، هاجي احط دي كده اهي، تمام، واهو قافل عليها من ورا. بس خلاص كده الكاميرا ايه، ثبتت معايا. هحركها يمين وشمال تتحرك معايا، مفيش فيها اي مشكله. فكده بالنسبه للكاميرا هي كده ايه، ثبتت معايا خلاص، مفيش فيها اي مشكله. طيب احنا بقى دلوقتي جايبين كاميرا ايه اللي احنا محتاجينه؟ تكون الصوره كويسه ويكون الصوت بتاعها كويس. طيب هقول لك بقى دلوقتي عن شويه مواصفات بحيث ان الكاميرا دي تكون مناسبه معاك ولا لا. اول حاجه هكلمك عن الكواليتي بتاعها. بص، الكاميرا طبعا هي كلها بلاستيك زي ما انت شايف كده بالظبط. الاجزاء بتاعتها كلها بلاستيك. الراس بتاعتها تتحرك فوق وتحت، فهي بلاستيك. طبعا الماتيريال بتاعها مش اقوى حاجه، تمام، بس ده طبعا متوقع لان الفئه بتاعت الكاميرا هي مش فئه عاليه قوي. ده يا دوبك ايه، ده يا دوبك ستارت ليفل او انتري ليفل. فانت بالتالي مش هتاخد حاجه كبيره طبعا. فطبعا انت مش هتاخد حاجه كبيره في الفئه السعريه دي اللي هي لحد 600 جنيه. فبالتالي كاميرا كواليتي هي مش اقوى حاجه خالص، بس هي برده مش ضعيفه. يعني انت ماسكها كده هي تقيله شويه، بس هي طبعا ايه، يعني تضغط عليها شويه ممكن تتكسر معاك. طيب تاني حاجه هكلمك فيها وهي السلك بتاعها. طبعا هو السلك بتاعها اللي معانا هو طبعا يو اس بي، فهو معاك لحد متر ونص السلك. مش اطول حاجه، بس طبعا لو انت طبعا حاططها في الشاشه فهتوصل باليو اس بي، حاططها على شاشه اللابتوب هتوصل باليو اس بي بتاع اللابتوب. فاحنا ما عندناش مشكله في الحاجه دي. وبالنسبه برده ان هي لو عايز تحطها على مكتب عادي، هي بتقف معاك على مكتب، يعني هتتحط كده اهي. الجزء ده كده هتوجهه لتحت، شكرا، بقت مع الكاميرا معاك شغاله. طيب نتكلم بقى عن مواصفات الكاميرا. طبعا هي بتصور معاك اتش دي لحد 720 بي، وفيها مايك نويز كانسليشن. فانا طبعا هاخدك معايا على البي سي، هوريك الصوره اللي الكاميرا بتوريها لك، وهوريك الصوت بتاع المايك اللي موجود في الكاميرا دي. طبعا انا جربتها لمده شهر، كنت بحضر بيها ميتنج. الصوره بتاعتها كانت كويسه جدا، كل الناس اللي كانت شايفاني كانت كويسه جدا وما كانش فيها اي مشكله، والصوره كانت كويسه. طبعا بالنسبه للمايك انا برده هسمعه لك لما اخدك معايا دلوقتي برده على البي سي واوريك الصوره بتاعتها. طبعا ميزه ثانيه وهي السوفت وير بتاعت لوجيتك، وانا واحد فان بوي اصلا لوجيتك، بحب المنتجات بتاعتها. فالسوفت وير بتاع لوجيتك كويس جدا، مفيش فيه اي مشكله، مش معقد، سهل، هوريه لك برده. طيب ميزه ثانيه برده في الكاميرا اللي معانا ان بيبقى فيها لون اصفر كده او ضوء اصفر، ده بينور ساعه ما انت بتريكورد. فدي حاجه كويسه جدا ان هو بينبهك اذا كانت الكاميرا بتسجل معاك صوره ولا لا، بحيث ان لو في ابلكيشن واخد اكسس احنا مش عايزينه وبيسجل، فلا بتلاقي الكاميرا نورت معاك اصفر والدنيا تبقى واضحه معاك. عيب بقى في الكاميرا دي لازم اقول لك عليه، ايه هو؟ ان الكاميرا دي من غير اضاءه هتزعلك. يعني ايه؟ يعني لا، اديها اضاءه على قد ما تقدر. حاجه من اتنين، يا اما تبقى جايب جنبك مثلا، مش هقول لك سوفت بوكس طبعا لان احنا جايبين كاميرا يعني في رينج 600 جنيه، فاكيد مش هجيب سوفت بوكس جنبها. فممكن تجيب لمبه عادي خالص، لمبه ليد، اول ما تسجل تقوم منور اللمبه ده. يبص فرق معاك فرق كبير جدا، والنقطه دي مهمه ولازم تبقى عارفها. من غير اضاءه هتلاقي ان الايزو معاك اعلى، هتلاقي في بقى لغوشه في الصوره وكده، مش هتبقى احسن حاجه بصراحه. فهي كويسه جدا، بس زي ما بقول لك خلي جنبك مصدر اضاءه، لان الموضوع ده هيفرق معاك جدا، هيحول الصوره اللي الكاميرا بتطلعها معاك فرق كبير كبير كبير. فدي لازم اقول لك عليها علشان تبقى عامل حسابك. بص بقى معلم، دلوقتي دي الصوره اللي هي بتسجل معانا دلوقتي، وده الصوت اللي المايك فعلا بيلتقطه. طيب انا عايز اقول لك حاجه، طبعا دي كروما ورايا طبعا لان الدنيا ورايا يعني على البايظ. ف اول حاجه
فاول حاجه هي بتبقى ايه فيس كام قوي، يعني هي يا دوبك جايبه وشك، يعني مثلا فيك تبقى على التيشيرت هنا هي مش جايباها، فهي طبعا فيس كام. فلو عندك بقى ستريم، عندك ميتنج بتاع، فانت وشك هو المطلوب. طيب بالنسبه لنقطه الاضاءه اللي انا بكلمك فيها، فدي نقطه الاضاءه اللي انا بكلمك فيها، ده كده من غير اي اضاءه عاديه، دي كده يا دوبك اضاءه الاوضه. طيب لو احنا بقى ايه حطينا اللي هي الحته بتاعت اللمبه اللي بقول لك عليها كده، فهمت الفكره؟ فكده نقل الليفل معاك من حته لحته ايه، حته تانية خالص. طبعا بالنسبه للكواليتي، الكواليتي مش وحش خالص، الدنيا كويسه يعني. برضو بالنسبه لموضوع الاضاءه ده عشان باكد عليه تاني، هو عشان هو بيفرق جدا، يعني كده من غير اضاءه تمام، وكده بالاضاءه. بالنسبه برضو للسوفت وير، هخليك برضو ايه تبص عليه بصه كده. ادي ده السوفت وير بتاعنا، اللي هو هتلاقيه هنا كده اللي هو اسمه لوجيتك تمام. هو هنا طبعا عشان انا بسجل من على مايكروسوفت تيم، فهنا هو مش باين، المهم يعني. فهنا المفروض يعني ان هو بيبقى جايب الصوره بتاعتك، لكن انا علشان شغال من على تيم فهو مش جايب. هنا الادفانسد، فهتلاقيه هنا بيقول لك البرايتنس بتاعك والكالر والوايت بالانس والحاجات دي. يعني احنا لو عملنا كده، خدت لي بالك، تلاقي الدنيا ايه بتوطى وبتشتغل. بعد كده هو بيعمل الاوتو وايت بالانس. طبعا بالنسبه للكونتراست هنا 12%، نفس الكلام برضو، توطي وتعلي. وهنا الكلر هنا 12%، هنا برضو ايه فاهم الفكرة 12. وهنا بالنسبة للوايت بالانس، احنا لو قفلنا الاوتو كده، اتحكم انت بقى ايه في الوايت بالانس اللي انت عايزه. لكن طبعا انا ببقى ايه فاتح الاوتو، طبعا ايه بيبقى واخد احسن صورة طبعا كده بالاضاءة. وده الصوت اللي انت سامعه دلوقتي، ده الصوت اصلا اللي فيه المايك بتاع الكاميرا، وانا واخد بالي او واضح يعني من خلالي ان الصوت شغال كويس، يعني بالنسبة للليفلز هي طالعة نازلة، فالدنيا لطيفة. بالنسبه للمايك، انا مايك الكاميرا ما اعتمدتش عليه كتير، لكن هو واضح من خلالي دلوقتي برضو هسمعه معاكم ان الصوت بتاعه هيبقى حلو. بالنسبه برضو للحته اللي هي بتاعه النور، يعني انا كده دلوقتي هصور لك الكاميرا دلوقتي، هي هتلاقي ان هي منوره اصفر كده زي ما انت شايف، فهي كده بيقول لك ان ايه بيسجل معانا يعني. فالتجربه بتاعتها بصراحه لذيذه، يعني ما عنديش معاها اي مشكله. انا كنت قاعد في الميتنج قاعد كده بالشكل ده، وطبعا وشي باين وملامح فعلا باينه، التفاصيل بتاعت الوش باينه شويه. زي ما بقول لك اخر نقطه برضه باكدها عليك تاني، بالنسبه للحته بتاعت الاضاءه كده من غير، فالدنيا يعني صعبه شويه. كده هتلاقي ان دي بس هي لمبه، يعني انا بستخدم لمبه بس كده قدامي، فكده الدنيا احسن كتير. اوفرول الكاميرا دي حلوه ولا وحشه واشتريها ولا لا؟ طيب اوفرول الكاميرا كويسه جدا، مفيش فيها اي مشكله خالص. انا اشتغلت بيها لمده شهر وكملت كمان شهر ونص، كل يوم كنت بفتحها. كانت كويسه جدا معايا بصراحه، ما واجهتش معايا اي مشكله، وكانت مريحاني جدا. ومعظم الناس اللي انا كنت بكلمهم بيها لا بصراحه كانت كويسه جدا، محدش اشتكى منها، ووشي كان واضح. بس طبعا زي ما بقول لك لازم يبقى جنبك مصدر اضاءه. سعر الكاميرا اللي معانا النهارده هي من 550 ل 600 جنيه على حسب ما تلاقيها في المحلات. وبصراحه ده حاجه كويسه جدا، وبصراحه ما كانش عندي معاها اي مشكله، والسعر كويس جدا. طبعا بالنسبه لان هي انتري ليفل فحاجه كويسه جدا، وما اشتكيتش منها من اي حاجه. وخد بالك من العلبه ان هي دي 310، وخد بالك برده من البرشام اللي بيبقى من فوق ومن تحت، علشان تبقى جايب حاجه متاكد ان هي متبرشمه. بالنسبه للضمان، الناس اللي بتسال، انا الكاميرا اللي معايا الضمان بتاعها سنتين. بس يا شباب ده اللي كان معانا النهارده، ما كنتش عايز اطول عليكم بحيث ان احنا كنا عاملين لها انبوكسنج قبل كده، فالنهارده قلت انا اديك المواصفات كلها اول باول، بحيث ان انا مش عايز اطول عليك في الفيديو. لو عندك اي استفسار ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت، هي حاجه تنورني جدا وتشرفني وجودك. لو عندك اي حاجه عايز تسالني فيها برضه هلاقي لينك انستجرام بتاعي هسيبه لك تحت الفيديو، ممكن تخش تكلمني وهرد عليك. بعتذر لكم على التاخير، ان شاء الله الدنيا اللي جايه بعد كده تكون منظمه اكتر من كده، وتكون الدنيا ماشيه معانا احسن من كده، تكون في فيديوهات اول باول. نورتني ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. يا رب يومك يكون سعيد. معاكم هشام عجمي، اشوفكم الفيديو الجاي.